صباحكم زي الفل. النهارده قايم من 6 الصبح عمال اقدم وابعت في ايميلات، وبعت النهارده ولا يجي 100 ولا 200 ميل. المهم يعني فقلت ايه، هقعد النهارده اريح لي شويه عشان تعبان من كتر المشي بقالي فتره يعني. كل يوم بصحى 6 الصبح وبتاع ما جاتش معايا. قلت لا، مش جاي معايا اقعد. انزل ديني، نزلت متاخر، نزل على الظهر. بس يعني ايه، الحمد لله بعت شويه ايميلات كده محترمه لشركات وحاجات كتير كده. المهم بقى في موضوع كده انا عايز اتكلم فيه. في حد كلمني الصبح بيقول اللي هو راح لشركة سياحة حجزت له تيكت عودة بعد اسبوع. ليه؟ اسف، كان معايا مكالمة. المهم ان في شركات، المهم ان حد كلمني الصبح قال لي ان انا حجزت تذكرة عودة بعد اسبوع. طب ليه تحجز تذكرة عودة بعد اسبوع؟ طب انت افرض الدنيا ما جاتش معاك هنا، انت عايز ترجع، انت اكيد هتقعد اكتر من اسبوع، اكيد مش هتلاقي شغل في اسبوع. يعني هنا بص، ان الارزاق بيد الله، بس يعني ايه، انت ممكن تلاقي بعد اسبوع، بعد شهر، اخر يوم في الزياره قبل ما تنتهي زيارتك باسبوع. فانت ليه تضيع على نفسك تذكره عوده؟ طب افرض انت عايز ترجع، فانا نصيحتي ان انت تخلي تذكره العوده فليكسبل معاك، اللي انت ممكن تدفع عليها فلوس شويه زياده، بس بحيث انت حبيت تقدمها، حبيت تاخرها. انما ليه احجز تذكره وتروح عليا؟ افرض يا سيدي انا ربنا كرمني بشغل ومعايا وعملت اقامه وعايز انزل مصر يومين وارجع، يعني الحوار مش هيتكلف اللي بالك فيه. انت ممكن تحجز مثلا تذكره مثلا ب$50، فانت كده كده اوريدي معاك تذكره عوده، فتحجز بس تذكره اللي هي الرجوع. بعد كده لما يكون معاك اقامه انت مش هتضطر تحجز ذهاب وعوده. ليه يعني ليه تعملوا مثلا ان هو يضيع عليه تذكره ب5 6 7 آلاف جنيه عشان انت تقول له حجز فندق؟ انا اصلا ما اتسالتش على حاجه خالص، اللي انت رايح فين وجاي منين. انا اللي سالت في المطار، هو ساعات بيسالوا، يعني انا ده اللي بقول لك، انا بكلمك اللي حصل معايا انا. انا سالت انت معاك فلوس دولارات؟ معايا دولارات ومعايا دراهم يعني. بس المهم انت تتكلم معاهم بثقه وما تبينش نفسك ان انت متلجلج ولا متوتر، لا عادي، خش عليهم عادي خالص. معايا كذا ومعايا كذا. رايح فين؟ والله انا نازل الفندق الفلاني. مثلا لو هتحجز 3 ايام مثلا بس، والله انا نازل الفندق الفلاني مثلا 3 ايام، وهروح الشارقة مثلا 3 ايام، يعني هتنقل كده، مش هقعد في مكان. ما هو ده طبيعي، محدش هيحجز فندق شهرين. فده هو مش بيسألك على كده. او لو انت عارف حد هنا ومعاه اقامه، يبعت لك صوره الاقامه بتاعته ورقم التليفون، والله انا نازل على فلان الفلاني، هتستناني في المطار، وتبقى عارف اللوكيشن انت رايح بالظبط فين. رايح مثلا صلاح الدين في ديره في شارع مثلا المطيني مثلا يعني. فيا جماعه الله يكرمكم، بلاش يعني نصب عن الناس، او بلاش يعني تلبسوا الناس اللي مش فاهمه. احجزوا تذكره العوده يعني في اخر يوم في الزياره، او قبل ما تنتهي الزياره بيوم، وخليها فليكسبل معاك. يعني دايما دي انا مخلي عامه انا حجزت على ويز اير، انا حجزت لنفسي، انا رحت عملت التاشيره في مكتب سياحي، وبعد كده رحت انا حاجز كل حاجه على ويز اير بنفسي. يعني انا حاجز تذكره ذهاب وعوده بتقريبا 10000 جنيه، والعوده كمان عاملها فليكسبل. يعني انا معايا عوده فليكسبل ان انا ممكن اقدمها او اخرها او الغيها. فده اللي انا بنصح بيه يعني. بس شكرا.